السلام عليكم. إيه الأخبار؟ حبايبي اللي أنا بحبهم جدا جدا جدا. ونفسي يكونوا أحسن ناس في الدنيا. طبعا 100% إن شاء الله هيحصل تأثير. 100% إن شاء الله. هنبدأ نعي إن استخدام السوشيال ميديا شيء مدمر. طبعا أنا هرجع وأقول للمرة المليون: I'm not saying leave the social media at all. أنا مش عايز أقول يعني سيب السوشيال ميديا 100%. أكيد لا، أكيد لا، مش ده اللي أنا عايز أقول. لكن في نقطة عشان أكون صادق معك: لو أنت شخص آه شغلك ما لهش علاقة بالإنترنت نهائي، عايز أكون صادق معاك، أنت بتظلم نفسك لو بتستخدم التليفون أو بتفتح فيسبوك أو بتفتح تيك توك. أنا حرفيا بدأت أشوف ناس، يعني إحنا في البداية كان اللي بيكون مدمن يعني كان اللي بيكون بيعتاد. عايزين نغير كلمة مدمن نخليها مجاهد ترك السوشيال ميديا. إيه رأيك في الإكسبريشن ده؟ مصطلح حال. تمام كده. فيعني في الأول كان مشهور تلاقي اللي ماسك التليفون وبيفتح توك توك الشباب الصغير، 12 18 سنة، 20. آه، الطفرة اللي حصلت إن دلوقتي ناس في الأربعين والخمسين، والله ناس كبيرة في السن في الستين، ماسكة سمارت فون وشغالة عمالة تشوف فيديوهات. وحلاوة إن الفيديوز اللي أنت بتشوفها وحلاوة السوشيال ميديا والخوارزميات بتاعتها هي بتجيب لك اللي أنت عايزه. هو فاهم دماغك، فاهمك أكتر من نفسك. طبعا في فيلم اتعمل على موضوع زي كده، فيلم وثائقي حرفيا حاجة. الفيلم الوثائقي ده أصلا الناس اللي شغالة في فيسبوك ومطورين فيسبوك، في ناس استقالت، ناس حرفيا مرتباتها تصل للملايين استقالت وسابت شغلها لأن شافوا إن هم بيعملوا حاجات قد تكون مدمرة للعقل في خوارزميات فيسبوك. هي الناس استقالت لأسباب أخلاقية. ففي فترة من الفترات كان اللي بيستخدم السوشيال ميديا استخدام سلبي بالمناسبة. كان اللي بيستخدم السوشيال ميديا استخدام سلبي كان الشباب الصغير. انت دلوقتي آه، أصبح كل الأعمار بتفتح فيسبوك، كل الأعمار نايمة على تيك توك. تمام كده؟ طيب، هل ده بيحصل ليه؟ هل الشخص الكبير في السن ده اللي عنده 60 سنة إنسان مش عاقل؟ هل اللي في الأربعينات ده إنسان مش عاقل؟ أصدمك أقول لك على حاجة: الإدمان لا يفرق بين صغير وكبير، لأن أنت بتكون مدمن. أسلوب قهري، نرجع ونقول لازم نحفظ: سلوك قهري يساوي إدمان. فأصبح حاليا لا فرق بين صغير وكبير في استخدام السوشيال ميديا. أتمنى إن يكون الفيديوز اللي فاتت والفيديو ده يكون ليه تأثير إيجابي. هرجع أقول أنا والله بحبك جدا، ونفسي إن شاء الله ألاقي ناس بتكلمني وبتبعت لي بتقول يا محفوظ I already started to leave the social media. أنا بالفعل بدأت إن أنا أمارس حياتي الطبيعية، وأمارس أنشطة جديدة بعيد عن فيسبوك، بعيد عن تيك توك، بعيد عن using Instagram. Thank you so much. I hope that you have an amazing day. باي يا جماعة.